السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا بقى نعمل النهاردة كده غدا بسيط وخفيف وعلى السريع ولذيذ جدا. نعمل معايا بقى النهاردة كده نص كيلو كبد وقوانص، ومعايا رز بسمتي، ومعايا بطاطس محمرة. غدا سريع كده، مش اقتصادي سريع. متنسوش بقى تحطوا اللايك ويعملوا اشتراك والتعليق عشان يوصل لكم كل جديد من يومياتي انا وبناتي مطبخ ام محمد. كده نبدا بقى بسم الله ونخش على الفيديو على طول. انا كده معايا نص كيلو كبد وقوانص. طبعا انا نقعاها بالخلطه بتاعتي ماشي، ومنضفاها وشايله منها كل الدهون بتاعتها ومخليها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك بجد يا بنات، حبه غدا كانوا زي العسل سكره. اللهم بارك. كده انا معايا بقى الكبده بقى والقوانص، انا هقطعها والتقطيع دوت بقى على حسب ايه كل واحد على مزاجه هو. دول كده نص كيلو اهو. بص انا قطعتهم وشطفتهم تاني وخليتهم زي الفل. اهم حاجه ميكونش فيهم ولا دم ولا فيهم السمين بتاعهم ولا اي حاجه خالص نهائي، ولا الدهن بتاعهم اللي فيهم حاجه كده. بصوا ما شاء الله الله اكبر. ونعاهم بقى بالخلطه بتاعتي ليمون ودقيق وجنزبيل وحبه سكر، بخليهم زي الفل بجد يا بنات عشان ريحه الزفاره. كده انا غسلتهم معايا زي الفل. معايا نص كيلو رز بسمتي. انا مش بنقع الرز البسمتي يا بنات، انا بعمله زي الرز العادي والله بيطلع تحفه. اللهم بارك، ولا ني ولا اي حاجه. كده انا معايا بقى طاسه كده احطها على النار، واحط حبه زيت صغيرين مش كتير علشان احط حته سمنه، وما كترش الايدام عشان الكبد والقوانص بتنزل الايدام بتاعها الدسم عشان ما تبقاش فيها ايدام كتير. كده معايا بصلتين كده 3 على حسب راحتك انتي وحسب الكميه اللي معاكي، وابدا اشوحهم بقى كده في قلب بعضيهم. اعمل اكل بالراحه وبهدوء كده خالص عشان الاكل يطلع حلو، ما يطلعش مني محروق ولا شايط ولا اي حاجه، عشان ما يبص عشان حرام الدنيا غاليه وما ينفعش نبوظ اي اكل دلوقتي خالص. صلوا على النبي كده وانتوا بتعملوا الاكل كده عشان الاكل كده بسم الله ما شاء الله ربنا ينزل فيه البركه. بصوا بقى كده انا فرماها ازاي. طبعا التفريم مش بقاش ناعمه قوي. بصوا كده اللهم بارك اهو. انا كده بشوحها بقى اهوت زي ما انتوا شايفين. حته سمنه صغيره، حاجه كده. اللهم بارك. حطيتوا بقى اللايك يا حبايبي ولا لسه؟ حطوا اللايك بالله عليكم واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، عشان القناه تكبر بيكم كده ان شاء الله. ودعوه بقى حلوه كده من قلبكم في ظهر الرغيف ليا. بصوا بقى كده ما شاء الله اهو. انا بقلب اهو. بشكر الناس الحلوه دخلت صفحتي جديده ونورتني، بقول لهم جزاك الله كل خير على التعليقات اللي جايه لي ما شاء الله. اللهم بارك. ربنا يجازيكم عني كل خير ونورتوا صفحتي والله يا حبايبي. بصوا كده بدات بقى تدبل معايا اهوت. بصوا انزل بقى كده بالكبد والقوانص بعد ما غسلتها وسبتها في المصفى تصفي. انا كده نزلت اهو بقى كده بالكبد والقوانص اهو. بجد يا بنات ما شاء الله غدا على السريع كده ولذيذ وخفيف اوام اوام. انا مش بحب اطول في الفيديوهات بتاعتي عشان محدش يزهق، بحب اكون ضيفه خفيفه. انزل بقى كده بالملح بقى، وانزل بقى بالبهارات بتاعتي ملح فلفل كزبره كمون شطه. الشطه برضك دي حسب الرغبه. الحاجات البهارات دي بجد بتطعم الاكل وبتخليه في حته تانية خالص وبتديله تست عالي يا بنات. انا بكلم البنات اللي داخلين على الجواز، مش بكلم الستات. ما شاء الله انتوا بتعملوا احسن مني والله. انا بكلم البنات اللي لسه مقبلين على الجواز جديد ان شاء الله، عشان لما ربنا يكرمهم كده ويتجوزوا يفتحوا بيت كده وستات بيوت زي الفل. بصوا بقى كده ادي ما شاء الله اهوت بقى. ومعايا كمان السبع بهارات كمان هحطها. طبعا بيديني ريحه عاليه جدا وتستعالي ما شاء الله. وابدا بقى اشوحهم كده في قلب بعضيهم اهو. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. حاجه كده اللهم بارك. حاجه كده من الاخر زي كتاب ما بيقول. انزل بقى كده فلفل رومي فلفل سبايسي حسب الرغبه، حسب ما انت عايزه. لو بتحبوا الحاجه حاميه حطي حاجه بارده، حطي اللي انت عاوزاه كده. والطماطم بصي بقى شكلها عامل جميل ازاي. بجد يا بنات تفتحي النفس. اللهم بارك.
وريحتها بقى بجد حقيقي ريحتها تحفة. انا بحب الاكل كده يبقى له ريحة كده، تحس ان هو كده بيجوع قبل كده ما تاكلي، او بيشبع كده قبل ما تاكلي. ما شاء الله بصي شكله عامل ازاي، حاجة كده اللهم بارك. طبعا في لسه بهارات كمان بحطها واحدة واحدة كده، بس انا بقول لكم على كل البهارات انا بحطها مرة واحدة عشان انا برضك ما انساش حاجة. بصوا بقى الجمال شكلها عامل ازاي. بجد يا بنات تحفة، الله أكبر، اللهم صل على النبي. حطيتوا بقى اللايك بالله عليكم، وصلوا على النبي بقى كده في الكومنتات كمان. كده انا هنقل بقى الطاسه على العين الصغيره عشان تستوي براحتها، عشان ابدا اعمل الرز بتاعي. بصوا ما شاء الله البوتاجاز نضيف والدنيا رايقه حواليا. انا بحب اعمل اكل يا بنات لازم اغسل البوتاجاز، مش بعد الاكل، لا قبل الاكل وبعد الاكل، عشان اعمل اكل كده بنفس، وبحس ان الاكل كده بيطلع نضيف وحلو في كل حاجه صراحه والله. انا من عشاق النظافه في المطبخ، انا من عشاق المطبخ بجد. ما شاء الله اللهم بارك. كده بص الدنيا رايقه حواليا ازاي. كده انا معايا حله اهوت بقى، وانزل بيها بشويه زيت، وابدا بقى اعمل ايه الرز بتاعي اهوت. انا كده بغسله هو على طول، مش بنقعه. طبعا الزيت هيقدح معايا او هيسخن معايا، وانزل بقى كده بعودين قرفه وليمون مجفف وورق لورا مع الزيت وهو بيسخن كده، بيديني نكهه عاليه جدا للرز. ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى حاجه تحفه. بجد الحاجات دي من اقل حاجه والله يا بنات انا بجيب، انا ممكن اجيب من كل حاجه ب10 جنيه، مش لازم اجيب حاجات مقفره، بس يبقى عندي المقادير او ما عندي البهارات بتاعه الاكل نفسه. بجد هيبصوا يديها بقى ريحه وتست عاليه قوي. ما شاء الله الحاجات دي هي بتخلي الرز البسمتي جميل جدا، والرز الريزو. بصوا بقى ما شاء الله الرز اهو بعد ما غسلته وصفيته زي ما انتم شايفين كده، ده نص كيلو. طبعا مش جايبه كتير عشان الحاجه غاليه، فبمشي على قدي. طبعا احط بقى ملح ابيض زي ما انتم شايفين كده، وحط بقى كركم، احط كاري، عايزه تحطي كركم حطي، عايزه تحطي كاري حطي. انا بحط الاتنين، بحس انهم بيدوني ريحه حلوه ولون جميل كده. ما شاء الله اللهم بارك. أو وعشان انا عارفه مقدار ايدي ومقدار الحاجه اللي بعملها، فمش بحط بمعلقه، عارفه مقدار الحاجه اللي قدامي ايه. او زي ما انتم شايفين ابدا اشوح الرز بقى كده بشويه البهارات بتوعي دول، بجد بتخليه في حته تانية تحفه وريحته جميله. بصوا اهم حاجه كده ما نخليش الحاجه تلزق مني من تحت، اصلهم نص كيلو يعني لو لزقوا في الحله مش هيبقى فيه رز تاني. فبحاول على قد ما بقدر اوطي العين واشوح براحتي خالص عشان الحاجه ما تشتش مني ولا تتحرق مني. بعمل الاكل بالراحه كده، سمي الله كتير وانت بتعملي الاكل، اذكري الله سبحي الله. الحاجات دي والله بتزيد بركه في المطبخ يا حبايبي. بصوا الرز شكله عامل ازاي، اللهم بارك، حاجه كده جميله. انا اديته تشويحه حلوه كده على قد ما قدرت كده، عشان كله كده ياكل من بعضه والبهارات تخش فيه. بصوا بقى كده اهو، انزل بقى كده بالميه بتاعتي، وطبعا الميه مش كتير، بغطي الرز. لو ميه قليله يا بنات اقدر اتحكم فيها بزود حبه حبه، لكن لو ميه كتيره مش هقدر اعالجه، حتى لو حطيت له بطاطسايه مش هقدر اعالجه، هيبقى برضك معجن. لكن ممكن احط ميه، اغطي الميه، لو احتجت ابقى احط حبه في حبه. بصوا كده البطاطس هي شغاله، الكوتو اون شغاله معاها زي الفل اهو. بصوا كده اللهم بارك، حاجه كده جميله، الله اكبر، ما شاء الله اللهم بارك. اهو نحمر بقى كده شوية بطاطس كمان مع بعضينا، عشان نزود برضك بيهم الأكلة برضك بتاعتنا النهاردة. كله كده شغال معايا زي الفل اهو. زود بقى الزيت بتاع البطاطس. بصوا انا حطيت بقى البطاطس، وابدا احمر بقى ايه شويه كده جنب الاكل. بصوا الرز كده انا بقى بدأ يتشرب ازاي، اوطي بقى عليه عشان يستوي بقى براحته خالص. بصوا بقى ما شاء الله البهارات بتاعته طالعه فوق ازاي اهو. انا كده بقى اوطي عليه واسيبه بقى ايه يستوي براحته كده. القوانص اهو زي الفل برضك. بصوا ما شاء الله الصوص بتاعها زاد ازاي،
طبعا بحط شويه ميه صغيرين، بحب تحطش كتير، ربع كوبايه، لان البصل الفلفل والطماطم والكوارع بينزلوا الصوص بتاعهم، فطبعا الصوص بيبقى كتير، فانا مش عايزاه كتير زياده عن اللزوم، انا عايزاه يبقى وسط، لا كتير ولا قليل. بصوا ما شاء الله، عشان بس لما احطه على الرز يطعم لي الصوص ده، بيطعم الرز بجد وبيخليه جميل. حتى لو حبيت تاكليه بعيش برضك يبقى في حاجه برضك ايه تغمسي بيها كده. بصوا ما شاء الله، ريحتها بجد تجنن يا بنات، بجد ريحتها تحفه. بصوا الرز اهوت، الله اكبر عامل ازاي، ما زودتهوش ميه. بصوا مفلفل وعامل ازاي، ولا معجن، واحده بوحدتها، اللهم بارك، جميل، اللهم بارك. بصوا الجمال عامل ازاي. اعملي حاجتك براحتك وبروقان، انت شيفه في مطبخك. احنا مش بنعلم حد بفضل الله، كلكم احسن مننا، بس احنا بندي افكار لبعضينا، وبندي افكار للبنات الحلوه اللي يبقوا امهات ويفتحوا بيت ويقفوا في المطبخ. كده حمرت بقى البطاطس بتاعي، وبصوا الرز بتاعي بقى كده، اللهم بارك. بصوا فلفل وعامل ازاي. يلا بقى نقدمه، والتقديم ده على حسب راحتك انت، عايزه تحطي في سرفيس كبير، عايزه تحطي في كل واحد في طبق لوحده، عايزه تعملي بالطريقه دي. انا مثلا بعمل يعني ايه بالطريقه دي، يعني ايه برستيج بس، يعني عشان خاطر القناه والتقديم، لكن بيني وبينك ورا القناه انتوا عارفين احنا بناكل ازاي يعني، فعشان بس التقديم بس والشكل يعني الاجتماعي. نعمل بقى واحد تاني برضك كده. بصوا التقديم ده يا بنات وعلى حسب راحتكم انتوا. كده بصوا بقى كده الهوانس معايا بجد ريحتها تحفه. انا هحطها بقى كده في اطباق، عايزه انت تحطيها فوق الرز براحتك انت، حسب راحتك انت. بصوا منظر عامل ازاي بقى، اللهم بارك، حاجه كده جميله. غدا خفيف بسيط، لذيذ، قوام على السريع كده. كل يوم عاوز اكل، وكل يوم حيرة هنعمل اكل ايه، فلازم نتصرف، ولازم يعني نخترع، ولازم يعني ايه نمشي اليوم بتاعنا، بغالي بقى برخيص، اهو اليوم بيعدي. بصوا بقى الجمال. انا اخد بقى كده شويه صوص كده واحطهم على الرز كده بالجمال بتاعهم ده. طبعا عايز تعملي سلطه اعملي، انا عشان كنت مستعجله وعايزه انزل، فعملت بقى ايه، ما عملت السلطه، حطيت كاتشب بقى، وحطيت اللي هو الشطه، يعني حاجات زي كده الموجود حطيه، كاتشب حطي، مايونيز حطي، اللي انت عاوزاه، الحاجه دي حسب راحتك انت. بصوا بقى الجمال ما شاء الله، اللهم بارك. كان غدا جميل وبسيط وخفيف في العمايل، وخفيف بجد والله وسريع كده. ايه رأيكم؟ اتفضلوا معانا. ده كان فيديو بسيط من مطبخ يومياتي انا وبناتي، مطبخ ام محمد. اسيبكم في حفظ الرحمن، متنسوناش بقى بدعوة تحطوا اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. اسيبكم في حفظ الرحمن، سلام.